السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة وسلامة يا رب. النهاردة بقى دخلنا على أوضة جديدة. يعتبر يعني العيال مش بيدخلوا فيها قوي، بس بيحتاجوها عشان يدخلوا البلكونة، بيفتحوا البلكونة ويبصوا على في الشارع يعني وكده. فقلت بقى ايه دورها النهاردة. جيت شايفين التراب عامل ازاي؟ بصوا، مع انها والله العظيم كانت زي الفل قبل ما اسافر. شايفين؟ بصوا التراب. يعني انا حسيت ان انا قاعده في الشارع بالظبط. عارفين لما تقعدوا تكتبوا كده على العربيات وكده وانتم ماشيين في الشارع؟ انا قلت بقى، حسيت الاحساس ده. حتى بعد ما عملت وش سعيد قلت لا، ازاي ده؟ لازم يبقى وش حزين. استعنت على الشقه بالله وقلت ايه ده؟ الكفر بتاع المرتبه الكبيره اللي هي في الاوضه اوضه النوم. نفضته كده لقيته طبعا مليان تراب، كنت منشراه عشان كان مغسول، فكنت حاطاه كده ايه يعني ينشف عشان ما نشرتوش في البلكونة يعني. جيت بقى لقيته مليان تراب، بس نفضته يعني وقضى الغرض. قلت لما اجي اغسل الغسلة اللي بعد دي بقى، عشان عندي غسيل كتير قوي. طبعا كل الفرش وكل حاجة محطوطة في الشقة حرفيا هتتغسل، فمش هينفع ان انا يعني ده بياخد معايا مساحة وبياخد معايا مجهود عشان بيبقى تقيل قوي وبيتغسل. فقلت ايه يعني هيقضي الغرض دلوقتي. نفضته وهفرش عليه طبعا الملاية على في السرير اللي هو الكبير بتاع اوضة النوم. فدخلت بقى اوضة النوم وبدأت ايه. على فكرة اليوم كل الفيديوهات دي كده تالت فيديو ده كلهم معمولين في نفس اليوم، حتى نفس الهدوم اهو. بصوا، انا كده بقيت بالليل عملت الصالة والاكل، وبعد كده دخلت على الأوضة دي، وبعدين تاني يوم بقى عملت بقية الشقة يعني. المهم، طبعا شلت المفرش اللي كان على الترابيزة، كان شفتوا منظره كان عامل ازاي، كل حاجة على الغسيل، كل حاجة على الغسيل. بعد بقى ما اخلص خالص ان شاء الله هيبقى في يوم كامل بقى كده للغسيل بس. المهم كان عندي القماشة دي، كانت ملاية فاتقطعت يعني، اكيد مش هرميها يعني. فعملتها كده زي مفرش للترابيزة علشان احط عليه المكنة دي. بحب اوي المكنة دي يعني، اعتبر انا خدتها من عند ماما من الشقة بتاعتهم القديمة. تنفعني يعني لو في حاجة عايزة اخيطها. ال ال ايه الايه اللي كنت حطاه، اللي انا كنت فرشاه على الركنة، اللي انا شلته معاكم في اول فيديو. ده كنت انا اللي عاملاه على المكنة دي. يعني بحب ان انا اخيط عليها لو عندي فرصة، وعندي يعني لو جاتلي فرصة ان انا اخيط عليها حاجة بخيط، حاجة اتقطعت حاجة كده يعني بتصرف عليها، بتنفعني كتير. بس بس مش لشغلي يعني، ما في مش بشتغل عليها. بس هنا بقى نفضت كل حاجة، كل حاجة حرفيا كانت مردومة تراب، مش قادرة اقول لكم البلكونات عاملة ازاي. بس نفضت كده الكرسي وطلعت كل حاجة مؤقتا كده فوق المكتب. ما بحبش احط حاجة على المرتبة من غير ما تبقى مفروشة عشان ما تتبهدلش زي المرتبتين التانيين اللي انتوا شفتوهم معايا ايه في اول فيديو. اعتبر هي دي المرتبة الوحيدة اللي انا محافظة عليها يعني، ما غسلتش فيها، لان المرتبتين التانيين مش عارفة انتوا شفتوهم معايا ولا لا. لسه تقريبا في الفيديو اللي هيبقى اللي بعد ده ان شاء الله. المرتبتين التانيين اللي هم الصغيرة اللي زي دي، والمرتبة الكبيرة انا اللي بوظتهم. نعم. عصير. حاضر، استنى لما اخلص واجيب لك. حاضر. انا اللي بوظتهم يعني، كانت اي حاجة تقع عليهم او اي بقعة صغيرة او اي حاجة اقعد اعمل خلطات وبتاع واقعد اغسل فيهم، فللاسف ما كانوش بينضفوا يعني، كانوا بيبقعوا اكتر. كان قصدي النظافة اروح انا مبهدلهم اكتر. يلا الحمد لله، بحاول ان انا اشوف اي طريقة ان انا اغسلهم بيها عشان يرجعوا نضاف تاني. هم حلوين ومش يعني مش قدام اللي هو بقى الحديد بتاعهم باظ ومش عارفة ايه، لا الحمد لله بقى لهم 8 سنين المراتب بتاعتي وحلوة قوي يعني، ما فيهاش اي حاجة غير ان المرتبتين التانيين زي ما قلت لكم كده اتبقعوا مني، فمش عارفة اعمل فيهم ايه يعني. عايزة اشوف شركة نظافة تيجي تنظفهم واحافظ عليهم بقى.
انا المرتبة الكبيرة جبت لها الكفر بس بعد فوات الاوان يعني. المهم اول حاجة زي ما انا ما قلت لكم، ماما قالت لي ايه؟ تشيلي السجاد. نضفت السجاد وشيلته، وبدأت بقى ان انا ايه انضف الحمد لله انا قبل ما اسافر كنت غاسلة كل البيبان والشبابيك والحيطان، كنت غسلاها، فعشان كده اول ما بنضفها على طول بالمقشة دي، الفرشة بتاعتها ناعمة وحلوة فبتنزل التراب ما يعني بلاقيهم نضاف، مش محتاجين ان هم يتغسلوا بصراحة البيبان ولا الشبابيك. هتشوفوا دلوقتي معايا الشيش حتى بتاع البلكونة. طبعا ده اول حاجة انا عملتها من بره يعني، بس ما طبعا مش هشغل الكاميرا وهي وانا بعمل جوه البلكونة. شوفوا لمع معايا ازاي اول ما نزلت من عليه التراب، هو مش محتاج يعني يتغسل، مش محتاج حاجة، بس هو كله تراب بس مش محتاج غسيل لان هو اصلا مغسول، فالتراب جاي على نظافة فاتشال على طول، محتاجش ان هو يتغسل يعني. بس هنا التربو برضو لقيته كان مليان تراب بطريقة وحشة، عملته نضفته كده من بره، وقلت ايه لما اخلص بقى الشقة خالص ان شاء الله هبقى افك الادراج كلها درج درج واغسلهم، علشان طبعا داخلهم تراب من الفتحات بتاعته دي. بس مؤقتا زي ما قلت لكم انا بشيل التراب اللي هو ايه عشان اخلي العيال تتحرك في البيت، وبعد كده الحاجات اللي هي الداخلية دي انا هتصرف فيها ايه مع نفسي. بس يا مالك، بس يا مالك، الحاجات دي لما انا يعني اروق نفسي كده واروق دنيتي اعرف ان انا ايه اغسلها بقى، واشوف ايه الحاجات الدواخل اللي هي متدارية دي، اعملها بقى بمزاج يعني مع نفسي. بس كده عملت تحت التربو والوزرة اللي هي وراه بالمقشة علشان منساش يعني، وركنته كده والباقي بقى هيتعمل بالمكنسة طبعا، بس انا هو الجزء ده كده عشان اعرف اتحرك في الأوضة ركنته تاني مكانه، فلازم انضف تحتيه. بس شغلت المكنسة هشيل بيها. انا عايزة اقول لكم البلكونة، السور بتاع البلكونة ما كانش ينفع ان انا ولا نفضه ولا امسحه، لو مسحته هيعمل طين، لو نفضته هيردمني تراب بمعنى الكلمة. فحتى السور بتاع البلكونة انا عندي السور نفسه سيراميك من فوق، فحتى السور نفسه انا عملته بالمكنسة، انتوا متخيلين؟ وكمان عملته بالشرشوبة يعني مسحته بالشرشوبة، وهي لسه المية يعني كانت نظيفة، فرحت مسحته بيها كده، وقلت مرة تانية اللي هو لما اخلص يعني هرجع طبعا امسحهم من تاني وهم كده كده يعني هيبقوا نضاف. بس فكده انا اشتغلت بالمكنسة، خلصت الأوضة وخلصت البلكونة. هنا الجزء بتاع السرير انا مشيت وسبته يعني مفتوح كده، انا طبعا شايله المرتبة عشان حطها في اوضه النوم عشان التكييف، فبننام كلنا في اوضه النوم يعني بدل ما ننام في الارض وكده. بس يا مالك، فحتى المرتبة مع السرير الكبير بننام كلنا جوه يعني، احنا والعيال. فهنا محطوطة مرتبة واحدة والتانية احنا واخدينها جوه السرير بقى على الملل كده. طبعا في حاجات متخزنة تحت السرير وكده لقيتها مليانة تراب فنضفتها. نضفتها وقفلت بقى على السرير زي ما بقفل عندي قماشة كده بحطها بقفل على الملل يعني مؤقتا لحد ما الشتا تعدي، وبعد كده هرجعها تاني المرتبة مكانها والعيال يناموا بقى مكانهم تاني، فاهميني؟ يعني احنا الوضع ده بيبقى في الصيف بس، علشان بس التكييف عندي التكييف في اوضه النوم بس، فربنا لو كرمني يعني وجبت تكييف في اوضه الاطفال هيبقى النظام يعني متنظم اكتر من كده. بس انا عندي عشان دور اخير الجو وحش قوي عندي في الشقة، والبيت كمان مفيش حوالينا بيوت، فالبيت بتاعنا مفيش الا قدامنا بس يعني ورانا وفي الجنبين فاضي، فالشمس بتضرب في الشقة من كل حتة، فما اقدرش ان انا اسيب العيال بصراحة يناموا في الحر ده، فبننام كلنا في الأوضة اللي هي فيها التكييف بس، وربنا يرحمنا بقى من نار جهنم. انا كده بمسح اهو، بصوا مسحت تحت التربو ومسحت تحت المكتب همسح الأوضة الأول يعني عشان طبعا الأوضة أيا كان نضيفة عن البلكونة بس، وبعد كده هطلع بقى امسح في البلكونة وهعمل السور زي ما قلتلكم عشان لقيته يعني مطين قوي، مش هينفع ان هو يتمسح بقماشة مش هينفع ان هو يتمسح مسيح، فانا مسحته بالشرشوبة كأنه ارض يعني، احنا لما بنمسح الارض بالشرشوبة مش بتنضف،
اكيد بتنضف. فده مؤقتا بس لحد ما اخلص، وبعد كده هبقى انضفه بقى عندي سفنجة كده بنضف فيها. بس كده انا لقيت طبعا حاجات في الارض ريش وحاجات كده ما اتسحبتش بالمكنسة. انا بعدت عنها بالمكنسة عشان ما تسدش المكنسة طبعا، فلميتها بايدي قبل ما امسح وايه، وكده همسح بقى البلكونة. مش قادرة اقول لكم يعني نفسيتي ارتاحت. التراب ده لما بيتشال بحس ان هو اتشال من على قلبي، مش اتشال من الشقة. فالحمد لله انا كده ايه اللي ظاهر معاكم يعني اللي انا نشرته الصالة بريسبشن بالأوضة الأطفال تمام بالبلكونة بتاعتها. بس انا مصورة يعني حاجات تانية وشغالة اسرع من كده، بس عشان مش هينفع ان انا انزل كل اللي انا عملته في فيديو واحد. المهم بس يا حبيبي، بس انا كده بقى بفرش. كل شويه كنت بطلع ابص في البلكونه على مصطفى عشان كنت بندهله. احط بقى كل حاجه مكانها يا حبيبي بس خليني اعرف اتكلم. المهم كنت هقول ايه والله نسيت. نفسي ان انا اوسع الاوضه دي، ضيقه قوي بتخنقني وبتضايقني في التنظيف. بس ربنا يكرمنا يعني ان شاء الله كده، واحاول ان انا اوسعها. افتح البلكونه على الاوضه واوسعها عشان دي اضيق اوضه عندي في الشقه. هي يعني شايله ونعمه الحمد لله، شايله السريرين وشايله العيال يعني. بس الوسع حلو. انا كده كده مش محتاجه البلكونتين يعني، فهقفل البلكونه دي واعملها شباك بس لما ربنا يكرمنا يعني ان شاء الله. لسه الخطوه دي بدري عليها. ان شاء الله لما اقبض من اليوتيوب محمود يقول لي انت كل حاجه تقولي لما اقبض من اليوتيوب، مش عارفه هتعملي ايه ولا ايه من اليوتيوب ده. والحمد لله ربنا مش رايد ان هو يكرمنا من اليوتيوب، بس ادينا بنحاول وبنسعى. لو وصلت لحد هنا من الفيديو اعملي لايك ايه ده في ايه اعملي لايك للفيديو واشتراك للقناه لو اول مره تشوفيها، عشان يوصلك كل حاجه بننزلها يعني. وادعي لنا دعوه حلوه من قلبك وكومنت حلوه كده زيك في التعليقات. انا هنا بصوا بقفل السرير اهو التاني اللي هو اللي متساب على المولل ده اللي شايله منه المرتبه، فغطيته بالقماشه اللي انا قلت لكم عليها عندي دي. وفي جزء تاني بس يا مصطفى، في جزء تاني حط عليه زي كرتونه كده هتشوفوها دلوقتي، رشه المعطر اللذيذه. شايفين فرق شاسع بين الاوضه في الاول والاوضه دلوقتي؟ راحه نفسيه مش قادره اوصف لكم. اهو هنا بقى هوريكم نظره سريعه كده على الاوضه بعد ما خلصت. واهي بصوا انا قفلتها على قد ما اقدر، اللي هو ايه انا على طول بسيبها كده، بس للاسف يعني نسيتها وسبتها عريانه وانا مسافره. كده خلصت وكل حاجه بقت تمام. هخش بقى ايه اكمل باقي الشقه وتشوفوها معايا الفيديوهات اللي جايه. يا رب يكون الفيديو عجبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.